يا اهلا يا اهلا جماعه، اول مره استضيف عندي حد في القناه يقول يا اهلا يا اهلا معايا. ثانك يو. عرفينا بنفسك يا استاذه فاطمه. ثانك يو استاذه رحمه. انا فاطمه، عندي 28 سنه وبسافر بقالي 4 سنين سولو. انا بسافر وبشتغل، فببقى طول الوقت شغاله ريموت. بقالي سنتين تقريبا شغاله ريموت، وقررت ان انا اشتغل سنه كامله من امريكا الجنوبيه. وبعد هتبدا بجد بعد كام يوم خلاص. اسبوعين، بس قررت ان انا اقعد سنه في امريكا الجنوبيه، ابقى مركزه على كاريري وعلى نفسي. وانا ببلان ان انا اروح امريكا الجنوبيه بقالي اكتر من سنتين. وبمناسبه امريكا كانت اسهل من البرازيل بجد ده يعني حقيقي. خدت وقت اقل، مفيش ورق مطلوب كتير زي البرازيل. الستبس كانت اسهل كتير قوي. احنا هنتكلم النهارده عن فيزا البرازيل، واوريدي انا متكلمه الفيديو اللي فات على طول عن فيزا امريكا، هتشوف الفرق حقيقي يعني. مبدئيا اللي هيقدم على فيزا البرازيل لازم يقدم قبلها بشهرين على الاقل، لان هي البروسيس سهله قوي، بس هي بتاخد وقت طويل. والفيزا نفسها فعلا سهله، يعني مفيش كونديشنز قوي. معظم الناس اللي اعرفها اللي قدمت عليها خدتها، فالموضوع مش صعب خالص. اول حاجه هي الورق اللي مطلوب للبرازيل. كده كده انت لازم تقدم اونلاين قبل ما تروح بالهارد كوبي السفاره. فالحاجات المطلوبه اللي هي حاجات طبيعيه: حجز طيران مبدئي، حجز اوتيل، HR ليتر، بنك ستيتمنت اخر 3 شهور. مش لازم يبقى في اماونت كبير قوي، بس مثلا 50 كده. هل كان في مكتوب انه لا، بس هو انا دايما بنصح ان لما حد يجي يقدم طبعا. يبقى مثلا مينيمم 50 كده. ايه كمان؟ امريكا انا قدمت ب 200 جنيه عادي. والله انا قدمت 150 برضه عادي. البروسيس بقى من الاول: هتعمل ابلكيشن اونلاين، ابلكيشن سهل قوي، الباسبور والاسم والحاجات ومسافر امتى والكلام ده. بعدين هتداونلود الابلكيشن دي، هتحط فيها صوره وتمضي، وبعدين تسكان الابلكيشن دي عشان هي من الورق المطلوب. وبعدين برضو هتدفع $80 في بنك CIB، ولازم يبقوا بالدولار. فهتروح صرافه الاول تغير الفلوس لدولارات، بعدين تروح تدفعها $80 كاش. حتى لو انت عندك حساب في CIB لازم يبقى الفلوس كاش ان دولارز. كل بقى الورق المطلوب ده هتعمل له ابلود على الويب سايت. تدخل تعمل ابلكيشن في كذا سيرفيس، فانت هتدخل على الابلكيشن على الويب سايت، هتختار فيزيت فيزا، تعمل ابلكيشن جديده هتابلود فيها الابلكيشن اللي انت عملتها بالصوره والسيجنتشر، HR ليتر، بنك ستيتمنت اخر 3 شهور، الحجز الطيران والفنادق والريسيت بتاع CIB، والابلكيشن اللي انت عملت لها داونلود. كل ده PDF، لازم الفايل يبقى PDF، ويكون السايز قليل، يكون يعني ما يبقاش فايل كبير. حتى البنك ستيتمنت عشان هو فايل كبير ممكن تضغطوا على اي حاجه اونلاين. بس هنابلود بقى كل الورق ده. وانتوا الفكره ان هو الويب سايت فعلا هو يعني مش صعب، بس هو مش اسهل حاجه. وانت بتابلود كل ده هياخد وقت شويه عشان يظهر البوتن بتاع نيكست ستيب. فهتستنى مثلا 15 دقايق، خلي السكرين مفتوحه. اول ما الورق كله يتعمل له ابلود، النيكست ستيب دي هتظهر وتدوس عليها وبس. هتكونفيرم بقى الابلكيشن. هتاخد ريفيو من اسبوع لاسبوعين، وبعدين هيقول لك بقى لو الابلكيشن تمام احجز ميعاد عشان تيجي السفاره. كل الورق بقى اللي انتوا عملتوا له ابلود، وحتى الابلكيشن وممضيه وكل الكلام ده، هتاخد كل الورق هارد كوبي وتروح السفاره. ممكن تكتب على جوجل مابس سفاره البرازيل او نايل سيتي تاورز، هي في الدور ال 18. بعدين هتسلم الورق كله، مفيش انترفيو، هي بس هتاخد منك الورق وهتدي لك ورقه مكتوب عليها فاينلايزد سيرفيس. هي البروسيس هتاخد 10 ايام عمل تقريبا، مينيمم 10 ايام عمل تو بروسيس الابلكيشن بتاعتك عندهم. وبعدين هتدخل على الويب سايت تاني تعمل نيو ابلكيشن بفاينلايزد سيرفيس اللي هي كاتباها لك على الورقه. وبعدين هتابلود الابلكيشن الاولانيه اللي هي فيها الصوره والامضه تاني، وبعدين هتابلود الورقه اللي هي فيها فاينلايزد سيرفيس. هحط بجد مزيكا الطبلة، عارفة اللي هي 2000 years later. لما بتخلص بقى الخطوه بتاعت فاينلايزد سيرفيس، وبقى في ابلكيشن لما بتيجي تفتح باليوزر نيم بتاعك بيظهر لك 2 ابلكيشن، اللي هي الفيزيت فيزا وفاينلايزد سيرفيس. فاينلايزد سيرفيس دي موجوده عشان تبيك اب الباسبور بتاعك، سواء بقى خدت الفيزا او لا. لان انت ما بتبقاش عارف، بس يعني هي في نسبة رفض. في ناس بترفض طبعا، بس انا مش عارفه الاسباب، ما اعرفش حد بصراحه اترفض في سفاره ولا انا البرازيل. بصراحة. بعدين في الابلكيشن بتاعت فاينلايزد سيرفيس هيعملوا لها ريفيو في وزن ال10 ايام
عمل اللي هم بيقولوا عليهم، وبعدين هيبعتوا لك ايميل ان الابلكيشن ريفيود، وانت ممكن تستلم الباسبور بتاعك. هتدخل تاني تحجز ميعاد علشان تستلم الباسبور، اللي هو ممكن يبقى بعدها باسبوع. انتي بتروحي نفسك تحجزي لا. في الويب سايت ولا هما بيبعتوا لك ميعاد؟ لا، بيبعتوا لك على الويب سايت، سوري، بيبعتوا لك على الايميل ان الابلكيشن ريفيود وانبوت نيدد، مكتوب انبوت نيدد. هتدخلي علشان تحجزي ميعاد. اوكي. هتاخد الورقه الجميله اللي هم ادوها لك علشان تروح تاخد الباسبور بيها. دي بقى بصراحه بروسيس مش بتاخد يعني 5 دقايق. واخيرا بعد تقريبا حوالي شهرين هتروح تاخد الباسبور. باي. الحلو في الموضوع ان بعد عناء طويل او بعد مده طويله بيدولك التاشيره سنه. فهو الاحسن لو انت ناوي تسافر كمان 6 شهور قدم عليها من دلوقتي. بس الفاليديتي كانت 30 يوم بالظبط، فاللي هو يعني مالتيبل انتري، فانت بتروح 30 يوم عادي وبعدين بتكسر وتدخل تاني 30 يوم بس مده سنه، ففعلا حاجه خطيره بصراحه. يس. احنا لسه منزلين واحنا بنصور لو في اي حد عنده اي اسئله، فخلينا نبص كده على الستوريز برضو عندنا ونشوف لو في اي اسئله ننهي بيها الفيديو. احكي لنا عن حجز الطيران كده سريعا، انتي حجزتي التيكت بكام؟ انا كنت الاول حاجزه الطيران للبرازيل، بس الحمد لله بعد ما خدت امريكا غيرت الديستنيشن. بس انا كنت حاجزاها وان واي عشان انا كنت هرجع من اي بلد تانية، يعني كانت ب 12000 which is مش غاليه قوي، لان بجد التيكتس دلوقتي مثلا لبالي ذهاب وعوده مثلا مينيمم 16000 جنيه. يعني اكيد الدولار يعني ما شاء الله. طب Yes. بس دي كانت وان واي. وان واي طبعا لازم يا جماعه لما تحجزوا لازم تبقى ريتيرن تيكت، هي وحجزها وان واي عشان عندها تيكت تانية هتخرج منها من بلد هناك، يعني Yes. هي هتلف في لاتين امريكا، بس اهم حاجه لازم يبقى طبعا في تيكت راجعين بيها عشان دي ممكن يعطلوكم من مصر اوريدي. بالظبط، ممكن ما تطلعش. ده حقيقي. هل البلد امان؟ انا عارفه ان هي البرازيل مش امان، بس هي يعني اي بلد ليها يعني حاجات تو افويد، ان مثلا لما تبقاش في اماكن مش سياحيه قوي لوحدك، يعني لو في اماكن انت شكلك هيبان ان انت اجنبي يبقى الاحسن ما تبقاش لوحدك. هنشوف كده لو في اي اسئله تانية. شروط القبول. طيب هو غالبا كله كده كلها اسئله عاديه بقى عن المواعيد والشروط الرفض والكلام ده، فغالبا كده احنا اتكلمنا عن كل حاجه. فهو كونكلوجن قدموا قبلها بشهرين مينيمم التاشيره بحوالي $80. هي مش صعبه بس بتاخد وقت طويل بس كده. ماشي يا استاذه فاطمه، ثانك يو. مع الف سلامه حبيبه قلبي. شكرا قوي. طبعا يا جماعه فاطمه بجد جميله قوي حقيقي. ثانك يو. اوكي يلا باي باي بقى، اطلعي بره الفيديو. هاي فايف. طب يا جماعه اخر حاجه بقى عايزه ازودها، اني زي ما قلت لكم ان بقى في خدمات متوفره لفيزا امريكا وشنجن، حجز مواعيد بدري او مساعده في الابلكيشن او مواعيد عاديه، كلها تحت في الفورم. بقى في دلوقتي كمان البرازيل، هقدر ان انا اساعدكم في البرازيل واقدم لكم على كل الحاجات دي واجيب لكم ميعاد، لو مش عايزين تمشوا في كل البروسيس دي. انتوا بس هتبقوا طبعا بتعملوا الحاجات اللي هي اون جراوند، اللي انتوا تروحوا السفاره وتروحوا تقدموا ورقكم وكل الكلام اللي فاطمه اتكلمت عنه، بس انا ممكن اجهز لكم كل البروسيس لو عندكم مشاكل او مش عارفين تتعاملوا مع الويب سايت او ما عندكوش وقت تضيعوه. فبرضو تقدروا ان تشوفوا كل التفاصيل بتاعه الخدمه دي تحت في الديسكريبشن. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وشير بقى مع اي حد محتاج المعلومات دي. باي باي.